السلام عليكم سيداتي وسادتي، وأخيرا وبعد طول انتظار وجدوا المنفذ وترك النحس والحظ العاثر. أولمبيك أسفي كيجري على أسطورة صفر لقب وكيفتتح خزينة ألقابه بلقب كأس العرش 2023 2024 وبأية طريقة، عن طريق كيقول الإعلام المحلي حرمان فريق نهضة القجاع نهضة بركان بالثلاثيه زعما. اولمبيك اسفي بكل جدارة واستحقاق اعلن على راسو بطل نسخه 160 كاس العرش، مسار اللي ما كانش سهل بالنسبه لقرش مسفيول. هو بصراحه ما كانش سهل على الفريق بجوج، ولو ان النهضه البركانيه برئاسه فوزي القجاج زعما حكيم بن عبد الله استفدت من شويه المحاباه والدلع، شويه الطبطبه، شيء اللي خلى مسيره لوسيس تكون صعب شويه من النظر. مثلا الا رجعتي السين تالو غتلقى اولا اسفي محرومه من انتدابات اكثر من سنتين دابا، غتلقى بركان الا ما لعبت مع العشره كتلعب مع الثمانيه، وهذا الشيء لا ما استقبلت التيرانه، بخلاف لوسيس اللي جربوا فيهم تقريبا كاع السوايع ديال النهار، بقى مرا فجر ما لعبوش فيه. راه فرق بحال الرجاء والوداد وتطوان والكوكب لعبوا كاس العرش في 2 و3 ونص، وبركان لا، وهادشي كله في جهه وفضيحه ديال التومون راه في جهه اخرى. واخا اغلب الماتشات تلعبوا في 5 و6 شهر 4، ولكن مدللات الجميع حيت مسكينه الله يعبر لك بشويه على التوكان تلعب ماتشات المحليه دقه دقه مازال بانين فيه السيزون طويله، حيت راه ما يمكنش كاع عباد الله لعبات بركان عندها ماتش كونتر الكوكب راه ما تلعب حتى ليه 6 وسيمانه وزياده، وهما تيقلبوا على السباب باش الماتش ما يتلعبش مراكش وانت قايد بركان باش في الاخير الماتش يتلعب في الحارتي. والصراحه النتيجه الطبيعيه هي تربح بركان وربحات بركان ب 3-0 من باب فوق القدرات التقنيه لا غير. باش مراد الحماق كامل النهائي غيتلعب فاس وشهد على واحد من اجمل النهائيات اللي دازوا في تاريخ كاس العرش. بركان الحلول الثلاثيه على حساب هضرتهم، واولمبيك اسفي اللي امن بكونه الحصان الاسود ديال هذه النسخه هذه وحالف حتى يحقق المفاجاه، حيت اللي سولت اي واحد متبع البطوله ولا الكره المحليه بشكل عام غيقول لك النورمال هو تربح بركان بحكم داكشي اللي شاف هذا العام والمهازل اللي طرات هذا العام لا ليها ولا على المنافسين ديالها. واخا هما كفريق راه مزيانين ما محتاجين حتى تفهم حتى جهه. 90 دقيقه سالات بواحد لواحد بهدف رائع رجل اللقاء بالنسبه لي مناصفه مع الكارديان العلوي، كنهضر على عماد الراحول. وعافاكم لما ردوا لي البال على رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ورد الفعل ديالو على ديت الراحولي. راه كنقول لكم كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك هاد السيزون. بركان اللي استفدت من 2 بينالتيات واحد ماركاتو باش جاب التعادل واخو بياتو باش في الاخر تجي ضربات الترجيح، والعنيد العلوي كيهدي اول لقب في تاريخ اولمبيك اسفي من بعد قرن و4 سنوات من الانتظار. مده اللي والله ما سهله، لقب مستحق، سنه استثنائيه الاولمبيك اسفي وهارد لك النهضه بركان. فرقه مزيانه ولكن هذا التخربيق ديال هذا السيزون راه ما كيدومش. وبهذه النهايه الجميله بالنسبه لي يسدى الستار على واحد من اوسخ واقذر المواسم اللي دازت على الكره المحليه هذا العام، كرويا لا تسييريا لا تنظيميا ولا تحكيميا. ونتمنى السيزون الجايه ان شاء الله يكون فيها الصفه في القرارات وشويه العدل في الاحكام، واللي كيستحق شي حاجه يديها، يعني مبدا تكافؤ الفرص وما يبقاش داكشي ديال ازدواجيه المعايير. لا هاد الفرقه راه حيت كتسمع الهضره راه ديالنا تكيسو، وهاد الفرقه ما فيها الهضره بزاف غرق. سياسه المكيالين ما عمرها كانت خدامه في الكره، حيت بكل بساطه الا كانت هذه غير الكره وكي كديروا معاها داكشي الاخر صحيح على حد التعبير لبعض كنديروا معاه. حتى لهنا تنساليو هذا الفيديو هذا. شكرا بزاف على وقتك صديقي، مبروك مره اخرى اولمبيك اسفي اللي كيستحق اللقب على الجداره والاستحقاق، وحتى نشوفوا ان شاء الله فيديو جديد. تهلاو.